جربنا اغرب واذكى منتجات امازون وده الجزء ال 38. برضه هنقول لكم كل منتج تمام ولا اي كلام. معانا المره دي تكييف المحمول، صينيه البيتزا وقطاعه البطيخ ومنتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بس ما تنسوش ان ابلكيشن وفر اكس بيرجع لكم لحد 20% من اي فلوس بتدفعوها، سواء بتشتروا اونلاين زي امازون مثلا او في المحلات والمطاعم والسوبر ماركت. عندك بقى عرفه جروب، تاون تيم، ابو شقره، اون ذا ران. فهتلاقوا شرح الابلكيشن في اول كومنت ولينك هيديكوا $2.5 هديه اول ما تسجلوا. بدأنا بأول منتج وهو التكييف المحمول، سعره 360 جنيه، حجمه يعتبر متوسط ينفع على المكتب مثلا. بدأنا نجربه، مشينا على الخطوات بالظبط. نحط ميه الأول في الحتة اللي فوق دي، بعدين نفك الريش عشان نطلع الفلاتر ونبلها بالميه، وبعد كده نرجع كل حاجة مكانها. نركب بقى وصلة اليو اس بي عشان ما بيشتغلش من غيرها، وهنا اكتشفنا انه بيديلك 3 درجات لقوة الهواء. شغلنا الدرجة الأولى، بصراحة الموضوع محير شوية، يعني هو بيجيب هواء كده زي المروحة بس تحسه ساقع سنة، ولما بتزود الدرجة الهواء بيبقى أقوى وأسقع كمان. بس المشكلة انه لازم يبقى قريب منك قوي عشان تحس بيه، فانت طبعا لو قاعد في مكان مفتوح ولا مكان واسع شويه مش هيعمل اي تاثير، يعني لازم يبقى على وشك بالظبط. في حاجه كمان مش لطيفه، الريش دي ما بتتحركش خالص ولا فوق ولا تحت. فبما ان المنتج بيعمل وظيفته بس برضه مش بكفاءه قوي، ما دخلناهوش ولا قايمه من الاثنين. دخلنا بعد كده على قطاعة البطيخ ودي سعرها 119 جنيه. فكرتها مختلفة شوية، المفروض انك بتقطع البطيخة نصين كده، تدخلها في النص وتمشي بيها عشان تقطع لك البطيخ مكعبات قد بعض بالظبط. هتلاقي هنا كمان معيار يخليك تكبر او تصغر حجم المكعبات. فبدأنا نجرب مع اول حجم، واول ما دخلت في البطيخ الموضوع كان سريع قوي، طلعت في الاخر مكعبات مظبوطة شكلها حلو وبمنتهى السهولة. قلنا نجرب كمان المقاس الاصغر، زي ما انتم شايفين كده القطعة كانت ارفع بس برضه طالعة بنفس الظبط. المنتج استخدامه سهل جدا، لذيذ كمان لو عايز تقطع البطيخ بشكل حلو كده لو هتقدمه لضيوف. بس مشكلته الوحيده ممكن يهدر شويه في البطيخ، بس بما انه بيعمل وظيفته كويس جدا دخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعد كده هو صينيه البيتزا من نيو فلام، سعرها 305 جنيه، خامتها جرانيت، المقاس بتاعها 33 في 37. المختلف في الصينيه دي انها مخرمه كده من تحت، المفروض ان الفتحات دي بتفرق في التسويه، يعني بتبعد الرطوبه عن البيتزا، تخليها كرانشي اكتر مش غرقانه في زيتها. ده غير برضو انها بتصرف الدهون فبتقلل السعرات الحراريه. قلنا نجرب شوف الكلام ده مظبوط ولا لا، فحطينا البيتزا في الصينيه دخلناها الفرن، بصراحه ما خدتش وقت خالص عشان تستوي، وحتى من تحت كده الاطراف كانت مقرمشه بس باقي البيتزا طريه قوي. اللطيف في الموضوع ان البيتزا كانت فعلا خفيفه، ما فيهاش دهون كتير ولا في الطعم ولا في الملمس. الصينيه عمليه، مكتوب عليها انها مش بتسرب اي مواد كيميائيه للاكل، والاهم كمان انها هتنفعك مع اي حجم بيتزا. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على منتج لو ظبط هيبقى ذكي قوي، صينيه كده المفروض انها بتفكك لك الاكل المجمد بسرعه جدا، سعرها 136 جنيه، معموله من الالومنيوم، المفروض انها بتسحب الحراره من الاكل المجمد فيفك اسرع. حتى مكتوب عليها انها ممكن تفكك اللحمه في 30 دقيقه بس. المهم بدانا نجربها، جبنا سوسيس مجمد، الناحيه الثانيه حطينا فراوله، حسبنا الوقت قد ايه عشان نشوف هيفكوا امتى بالظبط، وبعد ساعه و10 دقائق دي كانت النتيجه. السوسيس فك بس في ضعف الوقت اللي مكتوب على العلبه، اما الفراوله فما اتحركتش من مكانها. بصراحه حسينا المنتج مش مفيد قوي، السوسيس كان ممكن ياخد نفس الوقت عادي لو حطيناه في طبق، عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه اي كلام. جربنا بعد كده سلايم التنظيف وده منتشر في فيديوهات كتير قوي، سعره 26 جنيه، المفروض انك تقدر تنظف بيه اي مكان بالذات الاماكن الضيقه. الفكره انه عباره عن سلايم كده فبيقدر يدخل في اي حته يلزق فيها ويشيل منها التراب، ينفع بقى تكييف عربيه، الكيبورد، زراير الريموت، اي حاجه. ده غير برضو انك ممكن تستخدمه لحد ما لونه يتغير. المهم جربناه، الموضوع كان سهل قوي، حتى نظف الاماكن الضيقه دي اللي بين الزراير، والاهم كمان انه ما بياخدش اي وقت خالص. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعد كده جاي لنا من العالم الاول وهو مسكات البيض، سعرها 179 جنيه، خامتها سيليكون مقاوم للحراره، وفي نفس الوقت ممكن تحطهم في غساله الاطباق عادي. الفكره ببساطه انك بتمسك بيهم البيض، تحطه كده وتشيله من الحله بعد ما يتسلق، يعني حاجه كده شبه المشبك شويه. ممكن كمان تسيبه جوه الحله هو والبيض مع بعض بحيث تشيله على طول بعد ما يتسلق. الهدف من المنتج ده ان ايدك ما تتلسعش، ده اولا، والهدف الثاني انك ما تضطرش تصفي البيض من الميه، يعني تطلع البضايه كده لوحدها على طول. المنتج فكرته جديده بس مش مهمه خالص، يعني انت ممكن تعمل الكلام ده باي معلقه عادي، خصوصا يعني ان سعره غالي قوي على الوظيفه اللي بيعملها. عشان كده هنسيب لكم انتوا الحكم على المنتج ده. دخلنا بعد كده على حوامل ادوات الحمام، سعرها 52 جنيه، معموله من بلاستيك كويس جدا، بيجوا 3 كوبايات مع بعض مفتوحين كده، كوبايه رابعه ليها غطا بس الغطا ده فيه 4 فتحات عشان تحط فيهم فرش السنان، والكوبايات كلها ليها هولدر كده بيتلزق على الحيطه. المنتج ده وظيفته انه يشيل لك كل الحاجات اللي بتبقى على رف الحمام، مكنه حلاقه مثلا، معجون سنان. المهم ركبنا اللزق، بقى هنحطه على الحيطه زي ما انتم شايفين كده، انهارت مننا من قبل ما نستخدمها. ضغطنا عليها شويه، سبتت اخيرا، حطينا فرش السنان في واحده، المعجون في الثانيه، عشان تتخيلوا معانا كده الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. هم بصراحه شكلهم حلو، كواليتي البلاستيك كمان كويسه، بس لما ادينا الكوبايه الاولى زقه خفيفه كده للاسف وقعت، اما الكوبايه الثانيه فما استحملتش الوحده ونزلت لاختها. الكوبايات كويسه بس مشكلتها في اللزق بتاعها، مش هيعيش معاك خالص. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه اي كلام.
دخلنا بعد كده على الفتاحه السبعة في واحد، سعرها 70 جنيه، كلها بلاستيك ما عدا بس الاجزاء الحاده اللي بتفتح العلب، والمفروض انها بتفتح اي نوع من اي حاجه، علب بقى، ازايز، كنز، اللي انت عايزه. المهم بدانا نجرب كل جزء منها. الاولاني ده المفروض انه بيفرغ الهواء من البرطمانات عشان يعمل لك صوت التكه فتفتح بسهوله، وبعد ثالث محاوله البرطمان اتفتح. بس ما تعملش زينا وتشيل الغطا كده بالفتاحه عشان هيتشوه منك، لما تسمع صوت التكه افتح بايدك عادي. جربنا الفتاحه الثانيه، شغاله كويس، ظريفه للناس اللي هي الازايز دي بتبقى قويه عليهم شويه. المشكله الكبيره بقى قابلتنا لما حاولنا مع الجزء ده. اول حاجه تثبيته ما كانش سهل خالص، حتى النتيجه ما كانتش مبهره يعني، بالعكس العلبه اتفتحت من اماكن واماكن تانية لا، ده غير انها خدت وقت ومجهود، موضوع بصراحه مش مستاهل خالص. قلنا يمكن الامل في الحته اللي جايه دي اللي هي بتاعه العلب سهله الفتح. زي ما انتم شايفين الموضوع طلع معقد قوي، السن الابيض ده سميك على انه يدخل في المكان بتاعه. اي نعم لما جربناها مع البيبسي الموضوع كان سهل، بس برضه المنتج في الاخر مش سالك، يعني بيعمل وظيفه و10 لا، وحتى الوظيفه اللي بيعملها دي مش مهمه قوي يعني. فطبعا الفتاحه دي دخلناها قائمه اي كلام. دخلنا بعد كده على طقم التوابل، وده سعره 280 جنيه، متقسم لاربع خانات، كل خانه ليها المعلقه بتاعتها. والمميز في الطقم ده انك تقدر تشيل اي خانه انت عايزها بره الطقم خالص، تستخدمها لوحدها. بيجي معاك كمان ايد كده تقدر تركبها بسهوله بحيث تشيل الطقم منها. اما بالنسبه لكواليتي البلاستيك فمش احسن حاجه، اللي هي سهله تتكسر دي. المهم ملينا الخانات ولقينا ان الواحده بتشيل تقريبا 200 جرام. لقينا برضو ان الغطيان فيها فتحه كده على قد مقاس المعلقه بحيث ما تتحركش منها. الطقم عموما شكله حلو ظريف، بس لو فاكرين ان شكله هيدخله قائمه تمام، فالحقيقه ان جوده البلاستيك خليته ما يدخلش ولا قايمه من الاثنين. ندخل بقى على القطاعه اللي بتعمل الخضار حلزوني والبطاطس كيرلي، سعرها 185 جنيه، معموله من الستانلس ستيل. بيجي معاها الايد البلاستيك دي عشان تركبها وتتحكم فيها. جربناها الاول مع الخيار، حسينا ان النتيجه ملهاش استخدام قوي غير لو هتزين السلطه مثلا. قلنا نجربها مع البطاطس، المفروض انها بتخليها كيرلي كده زي المطاعم، بس للاسف التقطيعه ما كانتش مظبوطه خالص، البطاطس فصلت كده من كذا حته، مش نافعه يعني. المنتج مش عملي ولا في الخيار ولا في البطاطس، عشان كده دخلناه قائمه اي كلام. المنتج اللي بعد كده هو القطاعه الثلاثيه، سعرها 99 جنيه، كلها بلاستيك. بيجي معاها ثلاث قطاعات بثلاث اشكال مختلفه، واحده بتقطع البيض شرايح، الثانيه بتعمله نصين كده، والثالثه بتعمله 6 قطع. بدانا نجربها، الموضوع سهل قوي. نفس الكلام القطاعه الثانيه، بيض بيتقطع على طول من غير ما يتهري ولا شكله يتبهدل. القطاعه الثالثه كمان ظريفه، بس احنا هنا كنا مسويين البيض زياده شويه. فالمنتج عموما حلو، مناسب كمان للاطفال عشان تشجعهم ياكلوا بيض باشكال ظريفه، مناسب كمان للناس اللي بتحب تزوق الاكل. ده غير برضو انك ممكن تستخدمه مع انواع فاكهه، عندك كيوي مثلا، فراوله، هيشتغل معاهم. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. اما بالنسبه لوفر اكس فده ابلكيشن كاش باك، يعني تشتري من امازون، جوميا، بيتك، ويرجع لك نسبه من الفلوس اللي اشتريت بيها. الموضوع ده مش اونلاين بس، يعني ممكن تشتري كمان من المحلات وبرضه تاخد كاش باك، والخطوات سهله قوي. الظريف في الموضوع ان الحاجات اللي كده كده كنت هتشتريها هيرجع لك جزء من ثمنها كفلوس كاش تسحبها بايدك. ودلوقتي كمان بقى عندهم اماكن جديده زي سبينس ومحمود الفار في السوبر ماركت وسيركل كي ونولا كمان. اتفرجوا على الفيديو اللي في اول كومنت هتعرفوا التفاصيل كلها. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزيننا نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.